شباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم. إن شاء الله كويسين وزينين. طبعا أنا عبد المنعم الطيب، المخرج بتاع مسلسل اليتيم، واللي انتم شاهدتوا منه حلقات في اليوتيوب هنا عندكم، وفي ناس شاهدوا في الفيسبوك. طيب يا شباب، في الأول دار أقول لكم إنه مسلسل اليتيم ده مسلسل فكرته جات، يعني أنا زي نايم كده في بيتنا، ما هو موضوع كده، فكرت في الحاجة دي وكتبت القصة وحولت السيناريو. مع المسلسل ده يعني ما يتبنته شركة إنتاج ولا الأدوات اللي استعملناها عشان ننتج المسلسل ده كانت أدوات يعني احترافية، ولا كان شغل مكلف ولا. أنا ومعي مجموعة من الأهل في القرية هناك في شبرا، نحن في جنوب الجزيرة، شباب كده. البطل عبد الرحمن حسين صاحبي وأخوي الصغير شديد أعتبره. شاورت اليتيم ده في دور كده تعملوا معي في المسلسل. قال لي قدام ما في أي مشكلة، وباقي الشباب الناس اللي قاعدين في الحلة كلنا كده اجتمعنا وقعدنا سوا وجبنا تلفوناتنا ديل وبيدنا، بس يعني ان احنا استندرات عشان نشتغل بيها ما عندنا. صورنا شنو شغل بدايي لانها، لكن طلع شغل ظريف جدا. ليه؟ لانه رغبتنا كانت عاليه في انه نحن نقدم المسلسل ده، وكلكم شاهدتوا المسلسل والصور كله صورناه وتم التصوير كله في بسقرة. بسقرة دي يا جماعه اللي ما بيعرفها في جنوب الجزيره، وانت ماشي من مدينه السندال محل اسمه الحاج عبد الله جنب المصنع، مصنع النسيج الحاج عبد الله، دي قرية بسقرة هناك. وبرضه حابب أذكر ناس بسقرة آدم شاركونا في المسلسل ومثلوا معانا، فتحوا لنا بيوتهم وفتحوا لنا بلوغهم. شاكر لكم كلكم يا غرشي وود الدقيلة ويوسف آدم، كل الشباب اللي شاركونا في المسلسل. يعني المسلسل زي ما بيقولوا سجاري بحت. المسلسل اللي عملنا ده يعني بدوي بحت، بتلفوناتنا وبحاجاتنا وقدرنا نعمل الحاجة دي، وإن شاء الله تكون عجبتكم. وأنا يعني متكيف منكم، كل الناس اللي بتخش في القناة بتاعتي دي هنا بتشوف المسلسل وبيعلقوا تعاليق سمحة. بس يا جماعة أنا داير القناة دي تعبر شوية كده، ممكن يعني بس لو سمحتوا يعني رجاء كده، بس طلب ليس أمر. حاولوا شاركوا الشغل ده، المسلسل ده شاركوا لي وعملوا مشاركات. وانت لو ما مشارك ما عامل اشتراك للقناه دي، اعمل اشتراك وفعل لي زر الجرس. اعمل الاشتراك وفعل زر الجرس واعمل لايك، عشان شنو؟ لو عملت في زر الجرس ده بيجيك الجديد، بيجيك اشعارات انه نحن قدمنا حاجه جديده. وعندنا حاجات كثيره غير المسلسل، عملنا سكاتشات كثيره عن المخدرات وعن الخوة النظيفه وعن الكوميديا. وكمان دار اذكركم حاجه، ان شاء الله السنه دي مع اخوي احمد الجقر في مسلسل زاندا في رمضان ان شاء الله. برضو اترقبوني اصور لكم ان شاء الله في رمضان في مسلسل زاندا. بس ادعموا لي القناه بتاعتي دي. وبالنسبه للحلقه الاخيره اللي كان من المفترض انه تترفع الليله، يوم الليله اليوم ده شنو؟ الاثنين. قلنا نخليها لكم عشان ترتاحوا شويه، والما حضر الحلقات اللي فات يحاول يحضر. عشان كده حنرفع لكم بكره ان شاء الله الثلاثاء الحلقه الاخيره. بكره طبعا هي 11 حلقه المسلسل بتاعت اليتيم دي، خلاص 11 حلقه. بكره ان شاء الله الحلقه الاخيره، طبعا حلقه مثيره لابعد الحدود. بس انتوا ترغبونا بكره ان شاء الله واحشدوا لي عشان ننزل الحلقه الاخيره من مسلسل اليتيم وتشوفوا العبره وختام القصه ان شاء الله. واعمل اشتراك يا شباب، اشتراك للقناه، فعل زر الجرس، اعمل لايك وعلق لي وريني رايك شنو. وما بتقصروا ان شاء الله بكره الثلاثاء الحلقه الاخيره من مسلسل اليتيم، وان شاء الله تكونوا مستمتعين. وانا والله مستمتع بكم جدا 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 جدا. اشكروا حبايبي، اخوكم عبد المنعم الطيب، شكرا جزيلا.